جدا الروبو كاب او التسلا كاب اللي نزل مؤخرا. فكره ان مفيش دريكسيون اصلا دي حاجه مريبه شويه. يعني انا ما عنديش مشكله ان ابقى راكب عربيه والعربيه سايقه نفسها تمام عادي جدا، بس احساسي ان لو حصل كارثه انا هعرف امسك دريكسيون واحود، ما عندكش بقى الاوبشن ده. انت عارف ايلون ماسك عايز يعمل الحاجه الجذريه اللي انت لازم تقعد تتنح قدامها، يعني اللي هو حاجه يفاجئك بيها عشان ياخد اللقطه. هو بالنسبه له اللي هو انت المستقبل هيبقى شكله كده. المستقبل دلوقتي the future is now. Yes. وانا برضو عندي مشكله كبيره قوي كمان، كنت احب في الحالات دي ان هو زي ما عمل الاتوبيس او الميكروباص بتاعه اللي هو برضو سيلف درايفنج، ما يبقاش في عربيه شكلها طبيعي. لان العربيه بالنسبه لي بالشكل الطبيعي اللي هو عاملها اللي هي شبيهه برضو عربيات بتاخد من اي روبوت، كان حتى القاضوف دي حتى الاتوبيس يعني يقول لك ده فيه غش كده شويه. انتوا بتعملوا ايه؟ ايوه يلا محدش واخد باله انت شغال كويس. فكنت احب ما اعملش كده خالص، احب انها تبقى بلوب، فاهم؟ اللي هو حته صابونه ما لهاش معالم كمان، عشان ما تربطكش ان دي عربيه من غير دريكسيون، لا دي أيوة. جهاز جديد، جهاز ماشي في مختلفة. ماشي في مساره زي الاتوبيس اللي هو عامله اللي انا مسميه الاتوبيس ده، من غير ما يبقى فيه احساس بعربيه، لان عربيه ليها مقدمه وظهر واقعد انا في الكرسي بتاع السواق ما الاقيش حاجه قدامي، انا ممكن يجيني نار عصبي فيها. طبعا لا هي بتهيألي مربكه شويه صعبه. او شيل الكرسي بتاع يعني خليهم باصين لبعض وخلاص، ما تحسنيش ان قاعد في عربيه ناقصه حاجه. صح. ايوه فاهم. طب مش عارف يا اندرو، انت ايه رايك؟ انا متضايق. انا بيتهيألي ان ده جاي حته ان انت تبقى مش هتسوق العربيه دي هتيجي امتى؟ هتعتمد طبعا على انت فين في العالم، لان هنا عندنا اعتقد لسه كتير الحمد قوي. لله احنا هنكمل. يعني احنا هنبقى مكملين. بس اعتقد دي ممكن حاجه تبتدي تشوفها بقى في خلال ال5 ل10 سنين الجايين بقى في دبي وفي امريكا وفي اوروبا وبتاع. افتكر اقل من كده. طب نطير احسن بدرون؟ يعني هي موجوده، خلي بالك انت كل سنه لما تروح CES اللي هو بقى المؤتمر التقني اللي فيه كل الاختراعات العجيبه، انت دايما هتلاقي فيه سكشن فيه شفت لازم العربي ركز. هتلاقي فيه سكشن بتاع الفيكلز الغريبه جدا، العربيات اللي بتطير والدرونز اللي بتركب فيها وتبقى انت وتقطع بطاريه وانت في الهواء مثلا. تخيل مثلا، فكرتش الموضوع؟ لا عارف اللي هو زي توم جيري، تقف في الهواء شويه كده وبعد كده تنزل مره واحده. لا خد بالك كلهم ما فيهمش فيكست وينج، يعني كلهم ما فيش حاجه نظام اللي بيسموه الجلايد اللي هو مش هتجلايد. المراوح هتقطع حضرتك هتنزل زي الطوبه. اكيد بقى في باراشوتات معينه بقى يعني اكيد مفكرين اول المراوح تقصقصك وانت. بس انا بتكلم ان التكنولوجيا دي موجوده دلوقتي والافكار واصله لده. جايز بقى الريجوليشنز وان انت تقنن حاجه زي كده ان انت فعلا تخليها في ايد الناس هي اللي تستخدمها. دبي اكيد بتقول كده، وكان في كمان في الصين، وشفنا بنشوف دلوقتي درون ديليفري في حتت كتيره في امريكا بقت منتشره. والامارات دلوقتي انت بتطلب اوردر يجي لك الدرون ينزل لك الحاجه لغايه عندك. ممكن الطيران بس حد برضو يديني الكنترول. انا بحب الكنترول، انا احب اسيطر على اللي انا فيه، مش هو انك تبقى في طياره ومفيش حد سايق، دي كمان مرعبه اكتر من العربيه. ده رعب. تخيل صح. مع انه على فكره عشان تبقى عارف الطيارين يبقوا عارفين يمكن ان هو في اغلب الوقت هو يعني ما بيعملش حاجه بس بيتضايقوا قوي عشان. لا بس هو لازم في اللاندنج والتيك اوف برضه يبقى لازم. لا ما هو اكيد بيعمل لاندنج والتيك اوف، حتى لو في انظمه اللاندنج الذاتيه بس لازم يبقى برضه ان كنترول. وطبعا ايمرجنسيز مش بنقلل من شأنكم خالص، بالذات الطيران ما زال في ما تشالش العنصر الادمي، لكن برضو الاتجاه فيهم عالي جدا. لا وفكره الاوتونوموس يعني فلايتس دي حاجه بتاعي قبل العربيات بكتير كمان. تدخل الذكاء الاصطناعي في الموضوع ده مش عارف يعني مش عارف، انا مقلق من المستقبل. ما هي حاجه مقلقه شويه، خاصه ان احنا جيل برضو عايش الترانزيشن اللي ما بين ده وده جدا يعني. فجايز الاجيال اللي قدام بالنسبه لي بقى انت خايف من ايه يا عم؟ مفيش حاجه عادي يعني. احنا اللي خايفين. فتفتكر الصين هتروح منزل لنا على طول الجادجت بتاع انفيديا، هيضربوا واحد اكيد ارخص من $250 ويبقى $25 ويبقى انتجريتد في العربيات، ويحط لك 6 منهم ويبتدوا بقى يتدخلوا ممكن جدا. لو الكمبيوتر ده يعني هيبقى عنده القابليه انه ياخد اكشنز فعلا، مش بس اصلها مش صعبه، هو بيوصله على اكتيويتر ولا حته دراع صغير ميكانيكال بس يعني اعتقد يعني. الحته دي هتفضل في تيستنج فيس كده او في مرحله اختباريه. بس هم متهورين قوي بتوع الصين، يعني عندهم عشان تقريبا ما عندهمش رقيب، يعني دايما التشاينيز انكاب اللي هو بيوافق على الامان بتاع العربيات الصيني، تحس كل العربيات واخده 5 نجوم 5 نجوم، ولما تبقى ايزي جريد عارف لما بتخيش وحالات واحنا عارفين انها ما عدتش اوروبا بتبقى 4 نجوم ونص. ايوه عارف الدكتور اللي بيدي الدرجه النهائيه على طول، كله نهائي انت معدي مقفل المنهج بتاعك دايما عايز ينجح. فانا بقلق منهم شويه، لانه هم بيفرضوا على العالم، هم حاليا اكبر مصدر لعربيات كهرباء، فعادي خالص ان هم يفرضوا على العالم رؤيتهم وتكنولوجيا مش متجربه ومش مقننه
وعماله بتكبر، وعمال الحريات اللي التكنولوجيا تقدر تعملها بتزيد نتيجه انها ادمجوا حاجات. بس مش عارف ده يشتغل برضه في اي حته. خلي بالك لحد النهارده ما في عربيات كتير صيني فيها سيستمز معينه مش شغاله بره الصين يعني، فهو جايز دي حاجه برضه علشان تشتغل جلوبالي في كل الدول اللي في العالم. دي ممكن حاجه تاخد وقت اكتر شويه، محتاجه تقنين اكتر. الصين دي محتاجه تقنين، عامله زي البطاج الهارب اللي هو بس هم عشان متطورين جدا تكنولوجيا، فهو اعتقد الحاجات اللي بتطلع بعد الاختبار عددها كبير، لان هم بيختبروا حاجات اكتر بكتير من كتر ما هم يعني هم كتير برضه فاهم بيعملوا حاجات ايوه كتير. بس بتشوف المشكله ان انت في كل منتجاتهم حتى التكنولوجيا، وان كانت التكنولوجيا اقلهم مشاكل انها مش غاليه، ان هم بيطلعوا يعني كواليتي مختلفه. يعني ممكن تلاقي كواليتي واقعه، كواليتي كويسه من نفس المنتج هتلاقي. يعني انا بجرب عربيات، هدي لك مثل بسيط قوي. عربيه مثلا بتغير حاره او بترجعك جوه الحاره. في عربيات بتعملها كويس وفي عربيات ما بتعملهاش كويس، احتراق داخلي او كهرباء، وصيني او مش صيني. لكن في تفاوت كبير في ازاي بيتعاملوا مع التكنولوجيا. في عربيه تروح فجاه عاملاك كده، فجاه عاملاك الناحيه الثانيه، تلاقي ايه ده يعني، هي كمان مش مضمونه. فمعاهم هم تلاقي الاي اي بيتدخل اكتر. انت انهي اي انت مين انت الهادي ولا الغشيم؟ ايوه